اوقات نفسك بتبعتلك رسائل بحلم او بفكرة او حاجة كده، تلاقي نفسك فجأة سرحان فيها، لكن مشاغل الحياة بتلهيك، مش بتخليك تاخد بالك من الرسالة دي فبتنسى. زي مثلا نفسك لما تسألك هو انت ايه لازمتك في الدنيا. البشر زي الكؤوس، في كاس ماس، في كاس فضة، وفي كاس بلاستيك، بس في الاول وفي الاخر كلهم كؤوس، يغلى او يرخص تمنهم انا يوم ما اعطش مش هيهمني اذا كان الكاس ده ذهب ولا بلاستيك، المهم ان اشرب واروي عطشي. مهما كان الكاس غالي، قيمته في الحاجة اللي بيحتويها وفي ان انا استعمله. واحنا كده برضو، مش مهم انت لابس ايه او ساكن فين، المهم انت بتعمل ايه. الشغل او المكان اللي انت موجود فيه بتسعد بيه الناس، بتساعد بيه الناس، هي دي قيمتنا. مهما ركبنا عربيات او سكننا في قصور، بيتنا برضو هتفضل موجودة في الحاجة اللي احنا بنعملها. انت ساعدت كام واحد النهاردة؟ فرحت كام واحد النهاردة؟ قيمتك موجودة في ده، فركز في ده. اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي حالا هي اللي مضمونة، بكرة يمكن ما يجيش، فاوعى اللحظة دي تفوت عليك من غير ما تفرح نفسك فيها.